حبايبي الحلوين، رمضان كريم عليكم يا رب العالمين. الأمم الدمياطي هنعملها النهاردة بكل تكاتها. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. الأمم الدمياطي من الأكلات التراثية المشهورة عندنا في دمياط. بنعملها بالرقاق اللي هو شبه العيش بالكبد وقوانص البطة. تمام؟ احنا النهاردة هعملها معاكم بالجلاش وبالكبد. معانا لفة جلاش، ومعانا بصلاية تقطعها مكعبات صغيرة، ومعانا كبد وقوانص البطة زودت عليهم كم كبدة وكم قرصة بتوع فرخ عندي، ومعايا سمنة سايحة وفيها معلقة زيت ومعلقة زبدة. وبعد كده هما مسلوقين، يعني مش هنحتاج غير نعصجهم بس. هما مسلوقين علشان يبقوا مستويين شوية. هنجيب بقى البصلة ننزل بيهم في الزيت، البصلة تدبل هنحط عليها رشة ملح، هننزل بالكبد والقوانص المتقطعة المسلوقة وعليهم ملح وفلفل 7 بهارات ورشة قرفة شوية زنجبيل ومعاهم حبة زبيب، وهندهن الصينية ونكون مولعين الفرن. هنقسم بقى طبقات الجلاش، هنقسمه طبقات تحت وطبقات فوق، يعني هنقسم لو هما 18 يبقى 9 و9، وزي ما تحبوا. لفة الجلاش دي نص كيلو، فكل واحد ولفة الجلاش بتاعته كام جرام والوزن بتاعها. هنفرد الورقة ونكشكشها من النص كده على قد الصينية. ممكن تعمليها في صينية مستطيلة أو مربعة زي ما انت عايزة. أنا هعملها زي الطرح كده، هنقوم عاملينه نص بره ونص جوه، بحيث اما احط الحشو بدخل كله مع بعضه بيبقى شبه الفطيرة. بعد كده بقوم بين الطبقات دهنة المادة الدهنية، سمنة زيت زبدة معانا، وبعد كده بندخل كل الطبقات جوه بعضها، بحيث لما بتيجي تقلبيها تبقى شبه الفطيرة معانا وتتقطع بسرعة. لضمان بقى ان الجلاش بتاعك يطلع كويس مهما كان الحشو، هننقي ونختار الجلاش يكون نوع حلو. حتى لو مهرهد منك، كل المهرود ده يتحط في النص، يعني ما تحطوش فوق ولا تحت، علشان لما تيجي تقلبيه ما يبوظ الشكل العام. حتى لو عندك عزومة يبقى شكلها حلو والمهرود في النص ما يبقاش باين. المادة الدهنية بتاعتنا بيبقى عندنا سمنة وزبدة وزيت، وتحط معلقتين لبن معاهم بيدي تست رائع. تمام. القمم الدمياطي مش بتتعمل باللبن، بتتعمل بالشوربة، وعلى فكرة تبقى خفيفة وأحلى من اللبن كتير قوي. بعد ما خلصنا الحشو بتاعنا هنحطه في النص زي ما حضراتكم شايفين، وهنقوم لفين بقى باقي الورق بالتدريج زي ما حضراتكم شايفين. هندخلهم في بعض، والطبقة الأخرانية هنقوم حاطينها مساويين كل ده وبين كل طبقة وطبقة من المادة الدهنية بتاعتها. الجلاش العادي ياريت ما يبقاش التسقية بتاعته أو التشريبة عندنا ما تبقاش لبن وبيض. البيض ده بنزود القيمة الغذائية فقط، ملوش أي منطق إنك تحط بيض. بيبقى نص شوربة ونص لبن، وجربوه بيبقى أخف، بيبقى أحلى، وكمان مهما أكلت منه مش بيتعبك خالص. المادة الدهنية اللي انت بتحطيها على الجلاش بتبقى دافية، ما بتبقاش سخنة، علشان برضو ما تتعبكيش. الفرشة بتساعد انك بتوزعي المادة الدهنية عندنا بين الطبقة والطبقة، بحيث وانت بتقطعيها ما تتفلتش منك. كل دي وصفات علشان الجلاش تبقى طبق أساسي في عزومات رمضان أو حتى في عزومات العادية. عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة، الجلاش ده بيبقى أحلى وجبة بتحطيها معاها مع الوجبة الرئيسية، سهلة وسريعة ومنجزة. سكينة بقى حامية بتقومي قطعاها زي ما انتوا عايزين. انا قطعتها مثلثات بحيث لما ادخلها الفرن بعد كده تطلع، بقوم مقطعاها كده كل واحد مثلث زي ما حضراتكم عايزين. بقى تقطعوها مربعات زي ما تحبوا. لازم تدخل الفرن شوية تشكشك كده 5 ثواني، بعد كده هتقوم 5 دقايق قصدي،
هنقوم بعد كده مطلعينها وسقيينها بقى بشوربة سخنة. نص كيلو الجلاش بياخد كوباية ونص شوربة أو كوباية ونص من التشريبة اللي هي نص لبن ونص شوربة. القمامة الدمياطي مش بتتعمل باللبن، بتتعمل بالشوربة اللي هي شوربة البط. لو انت بتعمليها بالرقاق هنبل الرقاق في الشوربة، وبعد كده والشوربة بيبقى فيها مادة دهنية، يعني بنحط معلقة سمنة. أنا عملتها النهاردة بالجلاش، فما بلتش الجلاش عشان هو بذات نفسه يعني أرفع شوية من الرقاق. الرقاق بنبله في الشوربة، وبقى حاطين في الشوربة معلقة سمنة، ويبقى حاطين لها كمان حبة زيت علشان بيطرى معانا. تسقسقي كده بالراحة زي ما قلتلكم، كوباية ونص شوربة على مقدار الجلاش اللي هو نص كيلو عندنا. أكتر من كده هتبقى معجنة، أكتر من كده هتبقى مش حلوة. بتاخد على النار، أول ما الأطراف تحس إنها سخنت معانا هنقوم مولعين الشواية على طول. زي ما حضراتكم شايفين نولع الشواية ياخد اللون الحلو ده، والله الله على اللون وجماله. ما نقطعش الجلاش غير لما يبرد خالص، معرفتش اقطعه خالص غير لما برد معايا. ووعدوني بقى لو القمم الدمياطي عجبتكم، لايك، شير، تعليق حلو منكم، والاشتراك في القناة. ويا ريت كمان اللي يعمل حاجة يورينا على بيدج القناة. يومك أحلى مع سو، رمضان كريم عليكم يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله.